aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm ve sen kıyar mısın bana feryadımı? السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد تنظيفات البيت قبل المدارس. طبعا أنا بديت لكم الفيديو اليوم بداية فيديونا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا بديت لكم اليوم أنا بديت بالتنظيفات الموكيت والدواسات مع الصحيات، فغسلتهم كلهم بالمكنسة وأشرهم على الشمس. هذا الصبح طبعا. بديت قبل أسوي أغسل المفارش بعد ما كملنا ريق وغسلت معين ريق. فهنا قلت خليني أنظفهم زين. دائما كنت أغسلهم برا بالصاندة يعني وأشرهم قبل على الحبل، بس هسه لا، اليوم أريد أجلفهم جلفة زينة قبل المدارس. الأسبوع الجاي دوام، فنحاول نكمل هسه كل شغلنا. وهنا هاي مثل ما تشوفون شلون بنظف بيها. أضفت من فوق ماء وهي تسحب. شوفوا الصندوق اللي جوا انكرس مي، هذا وسخ اللي يسحب الأوساخ والأتربة كله يسحبه، والمي نظيف فوق زين. هسه احنا حكمل المفارش وياكم. وهنا مثل ما تشوفون كملت هاي ذيك الدواسة الكبيرة، وهاي الصغيرة هماتين كملتها. وهسه راح اراويكم كمية الوساخة طلعت طبعا بسرعة تنشف لان بيها هواء. هنا شوفوا هاي الكمية مال الوساخة اللي طلعتها من الموكيت والدواسات، وهاي مليتها مرتين مي. وهنا لازم هسه اروح اغسلها غسلة زينة، يلا انشفهم يلا ارجعهم حتى احافظ على نظافة المكنسة. هاي هنا مثل ما تشوفون بديت الوساخة كلياتها، وهسه راح اغسلها غسلة زينة واخليها السنك قبل ما تنشف. طبعا هنا أنا قلت خليه أغسل البيت غسلة زينة بعد ما غسلت الموكيتات وخلصت من عندها. فهسه راح أغسل البيت غسلة زينة، والدرج همتين راح أغسله. فهاي غسلة البيت أنا مو يوميا ودائما أغسله، فلا كل أسبوع مرة حتى أحافظ همتين على الكاش ما يشلع. فهنا هذا أستخدمه كلش زين، هذا معطر مال الأرضيات وملمع مال لميس كلش عطرة طيب. فهنا أخلي شوية بالسراحية ماي مي وأترسها مي وأغسل بيها البيت. طبعا هنا رشيت من عند هذا المعطر بكل البيت، صارت ريحته تخبل البيت. هنا أكيد الأطفال قاعدين على التلفزيون وأبدأ أنظف، أهم شي ينزلون يوصلولي الاستقبال. فهنا خليتهم قاعدين فوق ما أكمل تنظيف. وهنا أنا هماتينا رشيت على الدرج ورشيت بالغرف على مود تصير بيهن ريحة طيبة. واليوم هماتينا راح أغير بغرفتي هماتينا راح أديرها أغير مكانها يعني. فقلت ضايجة من عندها فريد أغير أسوي تغيير شوية بيها. وهنا بعد ما رشيت هذا المعطر والزاهي والمي
طبعا طلعت ألعاب الأطفال كلها كانت جوا التخم، لقيتها طلعتها كلها سحبتها. وهنا بعد ما سحبتها كلها وطلعت الوسخ كله، راح أطلع من باب المطبخ وكله أذبه الوساخة طلعتها زين. وهنا راح الصحيات، قدام الصحيات هم أغسلها، وطبعا خليت الملابس بالغسالة حتى أخلص من عندها. خليت الملابس بالغسالة، ودائما أنا أستخدم تايد توري، لأن هذا التايد كلش ريحته طيبة وتبقى بالملابس وينظف لي الملابس، فهاي أستخدمه دائما توري. خليت من عنده بالغسالة، وهسه راح أشغلها وأروح أكمل تنظيف. بعد ما أكمل تنظيف ألقاها مكملة الملابس وأشرها. طبعا هنا أنا كوكتها وكملتها، وراح أروح أكمل باقي تنظيف البيت. خليها عن ما تترس فيها ماي. طبعا هنا أنا بديت أكمل وياكم التنظيفات. وهنا نبدأ ننظف بالدرج. طبعا اكو بيها اوساخ لازقة الا بالوصلة مال مسح يلا تطلع. وهسه هماتينا ورا ما اكمل غسل انشفه لازم بالوصلة مال مسح. وهنا بديت اغسل ايضا بالاستقبال، لان شو اسمه الجهال كانوا قاعدين هنا الجهال بالاستقبال على التلفزيون، وانا هسه راح ابدي اغسله واكمله. طبعا رشيت يعني معطر ورشيت ماي، ودائما انظف جو التخم لين ما اخليه، وجو الطبلات لازم. وهنا شوفوا صار نظافة وصار يلمع لمع. طبعا هاي ما تطول للعصر، القاهم مسخينه ومراجعين ومهوسينه، يعني موتين كلكم هيك تعانون من هالجهات، كلش داعانة من وراهم دا يوسخون هواية بالبيت. سوي بعض المسواك راح بالحمام، يعني راح نكبس الحمام من ورا هيجي. وهذا زاهي وبطل لبن وصابون وبيض وكيانس مربى. بس راح أعزل هنا عندي خلصت بقعة، خليت له شوية ماي لازم أخليه زاهي. طبعا هذا معطر حطيت له. وهسه بعد ما غسلت البيت هسه راح امسحه واكمل تنظيف. اهم شي عندي البيت يبقى نظيف ويلمع. هسه راح اكمل وهماتين اسوي غدا، لان بعدين ما مسوي غدا وصارت الساعة 12. هسه على السريع راح اسوي غدا. مشكلة الساعة صارت 12 بس هنا بديت أعزل المسواك. هنا خليت البيض باية العلبة راح أضمه بالثلاجة، فصفته كله هنا وأوديه بالثلاجة، وبعدين الباقي هماتين أخليه بالثلاجة أصفته كلهم. وهنا أنا مضى الوقت لازم أسوي غدا، فهنا أنا قررت قلت خليه أسوي تبسي، فراح أسوي تبسي وكمل على السريع يعني ما بقى وقت. فصار الساعة 12 وأنا مكملة، لأن غسلت البيض وسويت وغسلت الموكيت والدواصف، فما بقى عندي وقت. وهنا أنا خليتهم بالثلاجة البيض، وهماتينا راح أرتب باقي الغراض كلهن، أرجع البيض هماتينا صفته هنا.
وهنا أنا قررت أجمع في كل ما يصير عندي يخلي 25 بقاصة حتى أجمع. طبعا كتبت عليه هاي الورقة كل ما أكمل 25 أجزء. طبعا هنا أنا قررت أغير الغرفة، فقلت أريد أغير مكانها. هسه راح أغير الشرباية والميز مال المراية. طبعا ما أقدر راح أخلي الكاميرا تصور وأني أسوي الغراضة وأخرم، فبعد ما كملتها قبل شوفتكم إياها. خليت الشرباية هنا وخليت الميز مال المراية ورانا. فهسه راح أغير الفرشة والمخاط وأرتبها، وخليكم وياي. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك حلو من عندكم. هنا أنا غيرت الفرشة وصارت بهالشكل، طلع شكلها كلش حلو. وهنا أنا خليت الغراض الباقية، وبعدها ماتينا راح أسوي بيها تغييرات. فأني دائما أحب كل فترة أغير شي بالبيت، لأن أنا أعتقد أن التغيير بالبيت ينطي طاقة إيجابية للشخص وما يخليه يضوج من نفس النظام ونفس الروتين. فدائما غيروا الأشياء، أنت تقدرين تغيرين الأشياء اللي ببيتك وتغيرين الأشياء حتى نفسيتك أنت ترتاح. طبعا هنا أنا كملت طفيت الأضوية وصارت بهالشكل مرتبة وحلوة. أنا بعد ما كملت تنظيف البيت وشوفوا صار المعلمة. طبعا مسحته وكملته، وهنا أنا راح أروح أصب غدا بعد ما كملت الغدا. هنا أنا كملنا غدا وغسلت المواعين مال الغدا. هنا هاي كملت الغرفة، شوفوا صارت بهالشكل. جبت ميز خليته هنا وطبل عليها وردة فتنطي حيوية للغرفة، وطبعا تنطي جمالية أيضا للغرفة. وهنا أنا طبعا بديت هماتينا أمسح بالبيت ورا ما كملت غسيل وهاي. فنشفت بهاي ودول بيها يعني هيك بيها مالتها الوصلة وياها، فمسحتها هيك بيها وهماتين يقولون المعلمة الكاشي. وهنا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك حلو من عندكم. مع ألف سلامة حبايبي. هاي حبيت أراويكم الصور هنا شلون كانت حلوة. مع ألف سلامة.